اي مدرس اختار ان هو يدرس بكالوريا هيتمرمط. اكني ما اعرفش اي حاجه، اكني صفر ورايح اذاكر زيك. السلام عليكم طلاب تانية بكالوريا، معاكم باشمهندس احمد خالد وباشمهندس محمد جمعه. انا مدرس فيزياء وباشمهندس محمد مدرس رياضيات، وطالعين نتكلم معاكم كده تختار فيزياء ولا رياضه. انت ايه رايك يا هندسه؟ الشباب يختاروا فيزياء ولا يختاروا رياضه؟ هو انا رايي ان ما حدش ينفع يوجه حد اختار فيزياء ولا رياضه، لان الموضوع يعني بص، هو مبوخ انا قوي على شايف ان لو في السوشيال طالب ميديا. اصلا سمعني ان انا بقول له اختار فيزياء وهو اختار فيزياء، يبقى الطالب ده اصلا يعني مش ان هو اصلا يعني مش طالب ناضج في تانية ثانوي مستني المدرس بتاعه هو اللي يختار له حاجه زي كده، صح؟ صح انا شايف اصلا يا هندسه ان المادتين بيكملوا بعض. صح احنا الاثنين كنا خريجين هندسه، صح. احنا اكتر اتنين عارفين ان الكلمه دي، ان الفيزياء والرياضه هما الاثنين اصلا يعتبروا علم واحد. وحتى هم كمان في الفيزياء عندك هم شالوا الجزء حتى مدرسين الرياضه اللي كانوا عاملين يتكلموا عليه، الجزء بتاع الرياضه، ان الفيزياء معظمها نازل رياضه، والوحده اللي نازله فيها رياضه والفصل فيها مليان رياضه. هم شالوا الجزء الرياضي قوي اللي في الفيزياء، بقت مرتكزه اكتر على الفيزياء ذات نفسها. صح، وحتى كان في دروس احنا كنا بندرسها ايام زمان في المناهج القديمه. كان في درس زي درس السرعه، معادلات الحركه، السقوط، الحاجات دي كنا احنا بندرسها للطلبه، وانتوا بترجعوا بعدنا او قبلنا أيوه. تدرسوها للطلبه. أيوه. فهو عادي يعني. هو اصلا يا جماعه اللي انا عايز افهمه لحبايبنا برضو، انك سواء اخترت فيزياء او اخترت رياضه، تعرف انك لو درست المادتين، ودي النصيحه اللي انا بقولها للناس دايما، هتلاقي المادتين قريبين من بعض جدا، مفيش فرق حرفيا. الفرق الوحيد ان الفيزياء فيها جزء نظري، ده مش موجود في الرياضيات. بس هل دي سهله ودي صعبه؟ لا. هو حتى برضو الجزء النظري ده برضو عشان هم ما يفتكروش ان هو جزء نظري هيروح يذاكر انشا، هو جزء نظري ممتع معتمد على برضو. الفهم برضو. يعني انت لازم تشغل دماغك برضو معاه، مش هتروح تحفظ كلمتين برضو مع المنهج الجديد ومع التوجه بتاع البكالوريا. مش هتروح تحفظ كلمتين وتروح تلاقيهم في الاخر في الامتحان تطرش الكلمتين، لا انت لازم تفهمه فعلا. انا من اول يوم نزل في حوار ان الطالب هيخير بين فيزياء او رياضه. الكلام ده موجود على القناه عندي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، اظن من شهرين او 3. قلت للطلبه ايه؟ انتوا هتجربوا شهر مع مدرس رياضيات وشهر مع صح، مدرس وده فيزياء، احسن حاجه فعلا. شهر او ممكن شهر وشويه واليوتيوب كمان. مليان، يعني واليوتيوب انت مليان. نزلت يوتيوب وانا نزلت يوتيوب، مش هقول لك احنا يعني بلاش احنا، خلاص روح لحد تاني شوف ده وشوف ده وشوف ده، وفي الاخر هتلاقي نفسك انت عرفت تختار انهي فيزياء او رياضه. وبرضه وفي الاخر هتجيلنا يعني ده اكيد يعني. شوف بقى. وبرضه انا بقول يا جماعه حاجه، يعني انت برضه تحكم، برضه تستنى برضه ايه اول تقييم هينزل من الوزاره. ما تحكمش برضه بكتاب المدرسه، وما تحكمش برضه بشرح المدرسين اللي نازل دلوقتي. انا نزلت شرح والراجل المحترم ده هو نزل شرح، بس احنا لحد دلوقتي ده احنا مش عارفين شكل الاسئله. استنى مع اول تقييم ينزل، يمكن تلاقي ان شكل الاسئله اللي هتيجي في الامتحان في الفيزياء سهله فتختار فيزياء، شكل الاسئله في الرياضه اسهل فتختار رياضه. فانت برضه احكم من حته مش شرح بس. ممكن شرح الرياضه يبدو ليك سهل قوي واسئلتها صعبه، ممكن شرح الفيزياء يبدو ليك سهل قوي واسئلتها صعبه. فانت تحكم ايه من حاجتين، من نظام الاسئله ومن سهوله الماده او حبك للماده عموما يعني. وبرضه في نقطة برضه، هو المفروض الطالب ما يبقاش متوجه. يعني مثلا ايه، هو قاعد مثلا على الفيس شاف المدرس سين بيقول الفيزياء صعبة، المدرس صاد بيقول الرياضة صعبة، انت المفروض ما تاخدش رأيك اصلا من دول، لان هم دول عارف انت اللي هو ايه، هو ده ده بيبيع لك شيء معين، ما تروحش تاخد الحاجة من المعلومة منه، هو كده يقول اللي في مصلحته. وبعدين اصلا هو يعني معلش هندسة، منهج نزل من يومين، ده من 3 ده ايام. هو نزل الساعة مش عارف 10 بالليل باين، نزل 10 بالليل، 10 و5 قالوا لا ده الرياضة اسهل، لا ده الفيزياء اصعب، لا ده الفيزياء اسهل، الرياضة اصعب. كان فعلا 5 دقايق يا جماعه يعني. ولقيت مدرسين كاتبين لا ده الرياضة صعبة جدا، لا ده الفيزياء صعبة جدا. واحنا الحين حكمنا امتى يا جماعة؟ عشان اصور اصلا قعدت تقريبا ليلة كاملة عمال، رغم ان اول درس نزل عندي بتاع ذات الحدين ده درس المفروض هو بيتشرح في ثالثة ثانوي اصلا، صح، درس موجود، الناس هارسينه يعني. قعدت ليله كامله افهم هو عايز يشرح للناس بأنهي طريقه المره دي، صح، لان الموضوع المره دي مش زي اللي فات. وانا برضو درس السرعه النسبيه اللي هو اول درس في ثانيه بكالوريا يعني خد انت مني بتصور، يوم ايوه انت بتصور تحويل. بعد نزول المنهج تقريبا هو بيومين تقريبا. يعني كل واحد خد وقته على ما يفهم. يعني انا خدت يومين يا جماعه، انا المدرس خدت ايوه يومين، الراجل اللي فاهم المنهج نفسه خد وقت. درس واحد اعرف هو دنيته ايه واحلله لك واوصله لك، والراجل ده خد ليله كامله عشان درس اسمه ذات الحدين اللي هو اول درس في الرياضه. يعرف الناس هو الدرس ده سهل ولا ايه ولا صعب. فانت ازاي كمدرس وازاي يعني معلم اجيال كده، حد قيمه وقامه كده، تطلع تقول لا ده المنهج سهل خالص؟ يا جماعه حتى ده تقييمات الوزاره لسه ما نزلتش، ما ممكن تقييمات الوزاره تنزل تقلب الكفه خالص، تقلب تخلي السهل صعب والصعب سهل. ويا جماعه للمره المليون مفيش ماده سهله. صح. انا عايز اقول لك حاجه، مثلا هندسه طلعت مثلا فعلا بعد ما التقييمات نزلت طلعت الرياضه مثلا اسهل.
طيب انا لو واحد بكره الرياضه برضه مش هروح للسهل. مش مساله بكره الرياضه، طالب بيحب الرياضه مم. بس ما بذلش مجهود طول السنه ايوه. في الماده، هل هيجيب فيها لا مجموع؟ مش هيجي. او اختار الماده الاسهل مم. على كلامه مم. ان الرياضه اسهل، لو افترضنا ان الرياضه اسهل بس ما بذلش مجهود، هل انت عشان اخترت الماده السهله بالنسبه لك دي حاجه هيزود لك مجموعك، هيحط لك 5 درجات زياده عشان انت اخترت رياضه او اخترت فيزياء؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه سهله يا جماعه. احنا ذات نفسنا المدرسين اللي هندرس الماده هنتعب. احنا السنه دي يا جماعه اي مدرس اختار ان هو يدرس بكالوريا هيتمرمط. هو اختبار السنه دي اختبار اختبار فعلاً. للمدرس قبل الطالب. صح. السنه دي هتوقع ناس وهتخلي الناس تطلع فوق، لان اللي مش هيشتغل بجد انا بقول لك انا هقعد اجيب ورقه وقلم واقعد اذاكر واجيب مراجع وابدا حصل. من اول وجديد اكني ما اعرفش اي حاجه، اكني صفر ورايح اذاكر زيك رايح ابدا من اول وجديد. يعني لو ما أنا- عملناش كده مش هنعرف. يعني انا مثلا عشان اشرح درس السرعه النسبيه ده سمعته من مدرسين اعدادي او استرجعته، مش سمعته عشان انا عارفه اصلا، واسترجعته من مدرسين ثانوي لما كانوا بيشرحوا مدرسين الرياضه الافاضل، واسترجعته من المناهج الخليجيه، واسترجعته من كذا مكان عشان اطلع في الاخر احط الكوكتيل ده في فيديو. فانت دلوقتي عايز انت كطالب ما تبذلش بقى مجهود. انا شوف احنا تعبنا ازاي، انت بقى ما تبذلش مجهود خالص. وانا اخترت فيزياء وانا اخترت رياضه، يا عم اختار اي ماده. انت عارف اقسم بالله انت لو عملت هادي بادي واخترت رياضه او اخترت فيزياء وبذلت مجهود هتوفق، عشان هي مش مالهاش علاقه انت اخترت ماده ايه، على قد ما ليها علاقه ناوي تبذل وتتعب في الماده قد ايه. ولا هندسه؟ صح. هو في الاخر هو برضه زي ما قلنا، انت قلت له برضه حته ريحته خالص من كل ده. انت اسمع ده واسمع ده. انت دلوقتي لسه يعني المدرسين في السناتر او حتى على المنصات او حتى على اليوتيوب كله بيقول لك هنبدا من اول 1/9 مثلا، او حتى اللي بدا من 15/8. انت اسمع ده واسمع ده واسمع ده، والمصادر قدامك كتير، اسمع كله. يعني اقعد اسبوعين انت هتهرس المنهج، اسمع 100 مدرس و100 شرح، هتلاقي نفسك في الاخر لا انا شايف ان انا ده هعرف اذاكر، ده مناسب لدماغي، هعرف اذاكره بشكل معين واعرف احل فيه بشكل معين. برضو مع التقييمات لما تنزل برضو صح. هتفهم اكتر. انت بنفسك هتلاقي نفسك اخترت، هتيجي تبص انا كنت بفكر ازاي ليه لما المدرس قال لي ولا المدرس. لا يا عم ما حدش يقول لك، انت بنفسك تختار المناسب ليك. بس تيجي نتراهن على حاجه. على ايه؟ انا اتراهن ان السنين الجايه الموضوع ده هيبطل، يا هيسيبوها رياضه بس، يا هيسيبوها فيزياء بس، يا هيحطوا هو المادتين اكيد اجباري. اصل هي تجربه. هو السنه دي اللي ده هتبقى حصل تجربة. الهجص اللي حصل ده. وفي حاجه برضه هندسه انا مش فاهمها دلوقتي. مثلا في ناس هتختار فيزياء شئت ام ابيت، انا حاسس ان الموضوع 50-50. انا ده احساس. ممكن يبقى 55-45 في ماده منهم معرفش ايه هي، بس لا مستحيل مثلا الموضوع يبقى 80-20. مستحيل الموضوع لا يبقى لا 70 مفيش حاجه، مفيش حاجه الكلام ده. تكتسح. الموضوع يبقى 50-50. لا مفيش حاجه تكتسح. انا بقى عندي حاجه دلوقتي، انا اخترت فيزياء وانت اخترت رياضه، احنا جوز طلاب، انا اخترت فيزياء وانت اخترت رياضه. ازاي احنا الاثنين بننسق تنسيق واحد وانا امتحاني غير امتحانك ومادتي غير مادتك؟ افرض امتحان الفيزياء جه صعب وامتحان الرياضه جه سهل. افرض امتحان الرياضه هو اللي جه صعب وامتحان الفيزياء جه سهل. طب هيبقى في تحسين. طب هل المستشارين اللي هيحطوا الامتحان ده والامتحان ده يبقوا نفس المستشار عشان يراعي ان هو يحط الامتحان ده بنفس مقاييس الامتحان ده؟ وازاي اصلا؟ ازاي اصلا؟ انا لسه بقول لك اهو ازاي. هي الخطه لسه مش واضحه، يعني عارف انت هو تجربه. وانا وانت في الاخر هننسق تنسيق واحد. أيوه. انا ممكن اجيب 80% وانت تجيب 85%، وانت يكون اتكرمت عني انك اخترت الرياضه، فالرياضه جه امتحانها سهل والفيزياء جه امتحانها صعب. وقتها اظن هيقول لك يا باشا انت اللي اخترت، انا ما ضربتكش عليك، انا اديتك الاثنين وانت اللي رحت. ده من وجهه نظري. انا شايف ان السنين اللي جايه الهجص بص اللي بيحصل هي ممكن يعاد ترتيبها. ممكن الكيمياء تروح مسار طب وعلوم حياه، والرياضه ترجع مسار هندسه. وده اللي كان المفروض. ده بصراحه من رايي. هقول لك ليه. انا دلوقتي كطالب، انا لما دخلت هندسه مثلا كل الرياضه اللي انا خدتها انا استفدت بيها، ما رميتهاش. انت دلوقتي شلت الرياضه من ثانيه ثانوي او من ثانيه بكالوريا بقى، شلتها على داخل مسقط، هو توجه خلاص وداخل هندسه او حاسبات او ذكاء او اي شيء هيستخدم في الرياضه بشكل يومي في حياته او في الكليه بتاعته. صح. انت شلت من عليه منهج الرياضه بتاع ثانيه ثانوي، ده منهج مهم جدا بصراحه. انت شلته من عليه، هتديهوله يا اما هتكدسه له في سنه ثالثه، يا اما هتديهوله في سنه ثالثه ناقصه حاجه كتير. يعني ازاي طالب يدخل هندسه او برمجه او اي حاجه للكليات اللي بتعتمد على الرياضه في المقام الاول دي، ويكون في سنه من السنين حياته درس رياضه، درس برمجه صعبه او درس كيمياء. صعبه يعني ايه يدرس كيمياء؟ ماشي، هو دراسه الكيمياء على راسنا. أيوة بس استنى عشان ما فيش حد. لا على النقيض الكيمياء ده اللي محتاجها بتاع الطب طبعا. بتاع الطب ده اللي محتاج الكيمياء اكتر طبعا. خصوصا ان هو خد علوم متكامله في اولى. يعني هو كده ما خد سنتين ما خدش فيهم لا كيمياء ولا احياء. خد السنتين دول ما عندوش فيهم حاجه، وهو داخل كليه اصلا معتمده بشكل اساسي على الكيمياء والاحياء. المفروض هو اصلا الكيمياء دي بتتشال من عند الرياضه خالص. هي مهمه برضو، يعني هي مهمه في المسار بتاع الرياضي، ممكن تتحط جزء منها مثلا صح، انما ما تبقاش هي الماده اللي بينسق عليها زي ما انت بتقول. لا، ينسق على كيمياء وفيزياء في ثانيه، والناحيه الثانيه بتاع الرياضه انا من رايي مادتين اجباري وخفف مناهج.
انت يعني انا دلوقتي الطالب بيدرس فيزياء ورياضه تقريبا، انا 45 درس ومش عارف انت حاجه و40 برضه حاجه و30 بقى حاجه 40. يعني انا شايف يا عم بلاش ال 45 درس، يخليهم حاجه و30 وانت 30 وادرس المادتين اجباري مثلا صح. انا شايف دي حاجه عادله جدا، صح. عشان يبقى في عدل يا جماعه، العدل اساس بس الملك يا جماعه. هو زي ما قلت لك، هي دي سنه بيتجرب فيها. يمكن عارف انت برضو اللي هو ايه، يمكن يكون هو في بعد نظر احنا مش شايفينه برضو. انا بحسن الظن دايما، يمكن هو شايف شيء هيوصل له احنا مش شايفين، لعل وعسى. لان احنا برضو يهمنا ان الطالب ده يستفيد. احنا مش برضو مش بنديله الدرس عشان كل واحد ياخد اللي بيكسبه خلاص، لا. انت بتديله الدرس انت عايزه يتعلم شيء فعلا في حياته. عايزه انا مثلا كنت بدخل كليه مثلا الاقي درس معين او الاقي حاجه استخدمت حاجه خدتها في ثانوي، ده المستر فلان ده ربنا يديله الصحه، صح ده اداني الدرس ده وفهموني، خلاني مش محتاج اروح ادور على كتب ولا مراجع ولا اخد كورسات فيه، لا الدرس ده تمام خلاص. فهو يمكن يكون هو عنده بعد نظر في الحته دي، يمكن هو الطالب يكون بيستفيد بدي، ولكن هي محتاجه اعاده نظر، انه فعلا اعاده ترتيب او اعاده اولويه، ان الماده دي تتحط هنا والماده دي تتحط هنا. ده رايي بصراحه في خلاص، موضوع عشان تغيير برضو الكليه. الطالب اللي بيسمعنا برضو نديله الحصيله في الاخر كده، ما تسمعش كلام حد. انت تجربتك مع نفسك. جرب هنا وجرب هنا وشوف التقييمات واحكم بنفسك. وللمره الثالثه او المره الرابعه باين في الفيديو، ما تسمعش كلام حد. صح. وسواء اخترت فيزياء او اخترت رياضه وما تعبتش مش هتوصل. صح. وسواء اخترت فيزياء او رياضه وتعبت هتوصل، سواء هنا او سواء حتى هنا. لو انت شايف ان دي كانت الصعبه ودي كانت السهله وانت دخلت الصعبه، انت لو تعبت وعملت اللي عليك برضه هتوصل. بس كده. وبس يا باشا، ان شاء الله بقى ايه، فولو القناه عندي وقناه الباشمهندس كده مش يعني انتوا مش هتخسروا اي حاجه، انتوا الكسبانين يعني في الموضوع. وسواء اخترت فيزياء او رياضه، انا بنزل المنهج هنا على اليوتيوب، والباشمهندس برضو بينزل منهج على اليوتيوب. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. سلام يا ولاد.